الزواج الشرعي هو جاء فيه شروط عن النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما يتعلق بالولي والشاهدين وكذلك الإيجاب والقبول والرضا والمهر. فنقول إن الشروط التي جاءت على اختلاف المذاهب فيها أولها الولي. فإذا توفر الولي فإنه يتوفر في ذلك الشرط الأول. الثاني الإجابة في القبول، أن يكون زوجتك ابنتي فلانة فيقول قبلت الزواج من فلانة، فهذا أيضا من شروط النكاح. الثاني الشاهدين، أن يكون في ذلك شهود، فإذا شهدوا في ذلك فإن هذا توفر شرط ويسقطه في ذلك. والشرط الرابع في ذلك المهر، أن يكون في ذلك مهرا، والمهر في ذلك والمهر في ذلك على خلاف عند العلماء، هل لابد أن يكون ماديا أو يجوز أن يكون في المعنويات كالتعليم وتحفيظ القرآن وغير ذلك، والصواب في ذلك جوازه في الماديات وكذلك أيضا في المعنويات. والشرط الأخير هو إعلان النكاح على قول بعض الفقهاء، ومنهم من يكتفي بالشاهدين ولا يشترط في ذلك إعلان النكاح، ومنهم من يعوض الشاهدين بإعلان النكاح. فنقول إن هذين الشرطين يتناوبان على قول جماعة من الفقهاء، فإذا توفرت هذه الشروط فإنه حينئذ اكتملت شروط النكاح.